السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض مسقعة بتاعت أمهاتنا بتاعت زمان. لا لحمة مفرومة ولا أي حاجة. دي بطاطس ب30 جنيه الكيلو، والبطاطا دي الكيلو ب10 جنيه، والكوسة دي الكيلو ب15 جنيه، بتاع القت ده، والبرنجان ب10، والفلافلة ب10. أنا بجهز كل حاجة عشان أوريكم كل حاجة أول بأول أهو. أنا قطعت الفلافلة اهي، والبرنجان قشرته وهقشر التانية اهوت، وبقطع اهوت عشان هقلي بقى، وهقشر بطاطاية احطها معاهم، بطاطاية وفلفل وبرنجان. دي المسقعة العادية يعني، مش لا فيها لحمة مفرومة ولا أي حاجة، على قد الإيد يعني. حاجة مكوناتها على قد الإيد، مش غالية ولا حاجة، سهلة وبسيطة وعلى قد إيدني. وعلى الظروف الحاجات الغالية الأيام دي يعني، ديت حاجة رخيصة كده مسقعة. هنعمل مسقعة وهنعمل رز معاها أبيض، وهنشوي البطاطا دي أو هنقلي اهوت البرنجان دي البطاطس اهي هقليها بطاطاية واحدة بس، وهو البرنجان ده كيلو اهو هنقليه اهوتي. وهنعمل بقى ونقلي البرنجان ونقلي الفلافلة ونعمل المسقعة بقى، ونطبخ جنبها لقمة رز بيضة. البرنجان اهو و بقليه اهو محمر. اخلص القلية وتشوفوه برضو وبول كده، وبعد كده بقى هنعمل لها بطلع اللي بحمر، بطلع اللي بتحمر بطلعها. دي مسقعة عادية، مش يعني على قد الايد، على قد الايد اه بس والله كانت حلو، طعمها كان حلو. وبطاطاية فيها بطاطاية وفلفل و3 قرون فلفلة او 4، والبرنجان كيلو برنجان واقليه، واعمل توم. مش هدي اقول لما اول بول مع بعض، كل حاجه مع بعض بالتفصيل كده. البطاطس اتقلت اهي، مش قلي قوي، قليه بسيطه كده يعني. اه كله خلص اهوت، البطاطس خلصت والفلافله خلصت والبرنجان خلص. دي التومه هي بعملها. وبعدين هحط الطماطم بقى. الطماطم انا اصلا مسبكاها، وكانت عندي في الفريزر يعني، كنت عيناها مسبكه يعني. هحطها مع التومه بس اما التومه تحمر كده، وشويه كمون وشويه فلفل، وشويه إيه 7 بهارات، وحبان مطحونة نحطها على الفلفل اه وهنقوم عاملين بقى حاطين الطماطم وسايبينها تقلب قلبتين كده، وبعدين نحط البطاطس تستوى شوية، عشان البرنجان لو اتحط معاه، البرنجان بيستوى في ساعتها ومقلي. البطاطس بتقعد شوية كده لما تقلب شوية، وبعدين هنحط البرنجان والفلفل مع الطماطم ونسيبها لما تتسبك حلو، ونقوم مطفين عليها. دي المسقعة عادية، مسقعة عادية، ما هياش بلحمة مفرومة ولا بأي حاجة، مسقعة عادية خالص، وطعمها جميل وكده زي العسل. اهي الطماطم انا مسبكاها وكنت عيناها. هتاخد قلبة كده، واقوم حاطة البطاطس تستوى شوية، وبعد كده اقوم حاطة البرنجان والفلفل وملح بقى وشوية سكر، نص معلقة سكر. ادي الفلفل اهوتي، وهحط الكمون على ال7 بهارات على الكزبرة على بعضه، محطوط على بعضه ده كله، مقلباه على بعضه. ودي شوية السكر اهمتي، ولسه هحط الملح بقى، وهسيبها تتسبك شويه. احط البطاطايه اللي انا مقلياها، ادي الملح، وهحط البطاطايه اللي انا قلياها تستوى شويه، وبعد كده ارجع احط البطاطايه، وبعد كده ارجع احط بقى الفلفله والبرنجان مع بعض، واسيبها تقلب قلبتين كده شويه كده، واقوم مطفيه عليها، وتكون هي بقت سبكت وبقت مية مية. كده دلوقتي الف- البطاطس بتستوى شويه، لان البطاطس ما البرنجان يستوى قبل الفلفل، يستوى قبل البطاطس. اسوي البطاطس اول، وبعدين احط الفلفل والبرنجان حطيت الفلفل والبرنجان هم بقى يقلب شويه، واقوم مطفيه عليهم بقى وخلاص. وده الرز اهوت عملته، حمرته في الزيت، قلبته لوحته في الزيت كده، وقمت حطاه، وحط له كوبايتين ميه، وقمت وحطيته بقى سيبه يتلدن بقى الرز بس كده. المية دي كوبايتين مية همت للرز، لأن دي كل رز بحط له كوبايتين مية.
بس كده هيسيبه بقى ينشف بقى الرز، والمسقعة برضو تتسبك حلوة اهيتي، بقت حلوة بقى جميلة اهي. واطفي عليها بقى لو بدل خلاص، وديها بقى البطاطا غسلتها اهيتي، وهحطها في الفرن تتشوي، وهحطها في الفرن تشتوي، وهوريها لكم بعد ما تتشوى برضه. بعد ما تتشوى برضه هكون خلصت، وهوريها لكم ان شاء الله مع مع الاكل ان شاء الله. لان انا كانت في الشارع بس كان نفسي في البطاطا، يعني من زمان ما اكلتهاش، قمت جايباها وقلت اشويها مع الاكل. شويتها وحطيتها مع الاكل، كانت جميله والله. اهو. وهنعمل بقى ايه؟ القتة هنقطعها برضو، واللي عاوز ياكل بعيش ياكل، واللي عاوز ياكل برز ياكل، اللي يعجبه ياكل. اي رز اهوتي قرب ينشف اهو، والمسقعة خلاص اهيتي، ودي الكوسة اهي غسلتها اهي وحطيتها اهيتي، ودي المسقعة خلصت اهيتي. هنغرب بقى ونشوفكم الاكل بقى والغدا. وكده الفيديو بقى هيخلص. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس يا حبايبي. وديت غدوة من أيام أمهاتنا وكده، حاجة جميلة والله، كانت طعمها جميلة. هذه المسقعة والبطاطا متقطعة، والعيش اهوت اهيت، العيش اهو المسقعة في الطبق اهي، والبطاطا، ودي القتة اهيت متقطعة مع فلفلة، وده الرز اهوتي، كل واحد رزه، طبق رزه، والمسقعة، وطبق مسقعة، وطبق رز، وطبق مسقعة، كل واحد كده اللي ياكل اللي ياكل. ودي ايه الغدا، وحاجة بسيطة وعلى قد الإيد. وأشوفكم كده في فيديو آخر إن شاء الله يا حبايبي. مع السلامة، إلى اللقاء. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. مع السلامة.